تقدر عندك شجاعة تعطيني دقيقتين ولا تقاطعني؟ طب مش تعرف السؤال الأول؟ لا أنا سألتك وأنت هربت وغلقت الخط. كل رجل طيب لو إذا عندك رجولة ذرة من رجولة اعطيني دقيقتين إذا رجل. طيب وانت شايفني بقى سايب زوجتي تنضرب وتعصر بين الباب والحائط علشان تتهمني ان انا مش راجل ولا ايه؟ ولا شايفني هربان بقالي 1200 سنه عشان تتهمني ان انا مش راجل ولا ايه؟ لا راجل وعندي 3 من الاولاد. المهم بس احنا كان سؤالنا النهارده يا عم الحاج خش بالراحه كده وهدي اعصابك، انا خايف عليك. الضغط اللي عليك دوت ممكن يجي لك جلطه ولا حاجه، عيالك محتاجينك يعني. لو حد جه ولا حاجه شتم عند البيت عندكم مش هيلاقوا حد يشتم، فلو حضرتك حصل لك حاجه فاحنا محتاجينك عشان لو عايزين حد يشتم ولا حاجه. كان سؤالنا ما الحكمة من تنصيب الآئمة الاثني عشر؟ تبليغ الدين ما بلغوش، حفظ القرآن ما حفظوش، الجهاد في سبيل الله ما جاهدوش، الاستخلاف على الأمة ما استخلفوش. فإيه الحكمة من تنصيب الآئمة الاثني عشر؟ تفضل تفضل. ليه جبال انت ليش تخاف من السؤال؟ طب قول لي أنا عاجز يا رامي عيسى عن الإجابة على سؤالك وسل أنت عما تريد. عيب عليك والله عيب عليك، لك عيب تتصل على الناس، عيب عليك واحد يتصل عليك يعطيه دقيقتين. ماشي يا عم بالراحه عليك بالله عليك بس شويه علشان اعصابك. وانا قلت لك لو حد جه شتم عند البيت عندكم عيالك مش هيلاقوا حد يشتم، ما فيش حد اظن لسانه زي حضرتك كده، فبس بالراحه على نفسك وهدي نفسك شويه. لك دقيقة والله عيب عليك والله عيب هو عليك. انت ما عندكش الا عيب عليك عيب عليك بالله عليك. الشغل القطيع اللي بتتعمل في الحسينيه ده مش هيمشي عندي في القناه هنا. انا قلت لك ايه الحكمه من ان انتم تقولوا تنصيب ائمه اثني عشر؟ ماذا فعلوا للامه في دينك؟ فانت مش عايز تجيب، لكن شوف ثقه اهل السنه والجماعه. سل عما تريد وقول اسمك، اذكر اسمك وسل عما تريد. الأمة خائنة، أمة شو يسوي لها يعني؟ أمة خائنة، يعني ترفع يزيد بن معاوية. طب تعالى بس، أمة خائنة والله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. فبالله عليك أصدقك أنت حضرتك اللطام الزحاف ولا أصدق قول الملك سبحانه وتعالى اللي قال كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ اتفضل. يزيد من خير الأمة؟ لا ليس يا عم. يزيد مش صحابي، يزيد مخطئ. مين اللي قتل الحسين؟ اتفضل. مين اللي قتل؟ رسول الله من خير الأمة عندكم من الأئمة الاثنى عشر. من اللي قتل؟ مجال خلي أحكي. من اللي قتل الحسين؟ يزيد بن معاوية وعبد الله بن زياد وعمر بن سعد لعنة الله عليهم العنهم ودارهم. طيب شفتم يا إخوة اللي قتل الحسين رضي الله عنه شمر بن ذي الجوشن؟ مش هتسمعوا شيعي واحد بيلعن شمر بن ذي الجوشن، ما جابهوش. الذي جز رقبة الحسين هو شمر بن ذي الجوشن اللي كان من خواص شيعة الإمام علي، كان شيعي، كان جد عم الحاج ده كان جده يعني، ونفس العقيدة مع بعض. عمرك شفت شيعي في الحسينية بيقول لك لعنة الله على شمر بن ذي الجوشن لعنة الله؟ عمرك شفت شيعي بيعمل كده؟ لا، لأن هم أجدادهم اللي قتلوا الحسين. حتى في كتاب الملحمة الحسينية دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. الإمام الحسيني كما في مستدرك الوسائل الإمام زين العابدين علي بن الحسين قال إن شيوعة الكوفة اللي قتلوهم يا أهل الغدر يا أهل الغدر. المهم بقى تعرف إيه عن شمر بن ذي الجوشن؟ خاطبهم يا شيعة آل أبي سفيان أجدادك ذولا. مين اللي قال كده؟ يا شيعة آل أبي سفيان ذولا أجدادك. ثواني. مين اللي قال يا شيعة آل أبي سفيان؟ مين اللي قال يا شيعة آل أبي سفيان؟ هو الإمام الحسين خاطبهم قال لهم يا شيعة آل أبي سفيان. الله أكبر. يبقى اللي دعوا الحسين وغدروا به وجاءه أكثر من 100,000 خطاب، اللي دعا الحسين وغدر بهم شيعة الكوفة، ودول شيعة الكوفة شيعة علي بن أبي طالب كانوا هم شيعة أبو سفيان. شفتم بقى؟ يبقى احنا شيعة آل البيت. يبقى انتم وأجدادكم شيعة أبو سفيان وأنا وأجدادي شيعة آل البيت. أنا بس بالله عليك عايزك تهدي أعصابك شوية علشان لو حد جه شتم عند البيت يا عم الحاج فبالله عليك هدي أعصابك شوية وما تصاريخش كتير. أرجع وأعيد عليك السؤال تاني. إيه الحكمة؟ أنا نسيت إن أنت عاجز عن الإجابة. سأل سؤالك يلا، سأل عما تريد. اتفضل سأل عما تريد. سألتك قلت لك ما هو الدليل على أن الراعي الكبير ينشر الحرمة؟ هربت جبان، هربت بعذر أقبح من الذنب. قلت ما عندنا رخصة خاصة بسالم، والقول إنه رخصة خاصة بسالم هو اتهام لعائشة وآل أبي بكر.
طيب خلينا ارد عليك الاول. اول حاجه انا جاي بحسبها يثبت لي حاجه من القران او يثبت لي حاجه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ظنيت ان هياتي يثبت لي ان القران مش محرف، اللي العلماء بيقولوا بتحريف القران. ظنيت ان هيجي يقول لي انا عندي دليل على تنصيب الائمه من القران، ما لقيتهوش جايب حاجه. ظنيت ان هياتيني بدليل على عصمه الائمه الاثني عشر اللي كفرونا بسببهم، ما فيش. ظنيت ان هيثبت لي عصمه فاطمه الزهراء. ظنيت ان هيثبت لي ان الاحقيه بالاتباع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هم آل البيت. لقيته جاي يقول لي احنا كلمتك قبل كده في ارضاع الكبير. والله مش فاكر يا عم الحاج. الصوت هو صوت حضرتك مش غريب عليا، لان الصوت ده بسمعه كثيرا في عيد الاضحى ما بنيجي نذبح. بص يا عم الحاج، انا بس عايز اوضح لك نقطتين سريعا كده، ما تخشش بس مطخن لي صوتك. نعم هذه مسألة خاصة بسالم والنبي صلى الله عليه وسلم. ما عندناش رجل من اهل السنة والجماعة رضع من امرأة. وأتحداك الآن، أنا لا أقبل على أمي ولا على أختي ولا على زوجتي، وكل اللي موجود الآن المئات ولا الآلاف الله أعلم في البث ولا اللي بيسمعوا بعد ذلك لا يقبلون على أمهاتهم ولا بناتهم ولا أخواتهم. أما أنت تقبل إن بنتك تقول لك يا بابا، ما أكيد صوتها يبقى تخين زي أنا رايحة الجامعة أو المدرسة، وتروح في شقة مع 5 6 من أصدقائها يتناوبون عليها، وهذا دين هيتغفر ليها. دليلك يا رامي، دليل المرجع صادق الروحاني والمرجع المدرسي والمرجع صادق الشيرازي وغيرهم من مراجع الشيعة المعاصرين أجازوا للبنت البكر التمتع بغير إذن وليها شريطة أن تظل باكر، فهتتمتع مع صاحبها وهي ملهاش عدة، هتتمتع معاه ربع ساعة شريطة أن تظل باكر، يفعل بها كل شيء غير أن لا يجامعها عياذا بالله من القبول. يخلص يقول لها خلاص بقى صاحبه يخش، يدخل صاحبه. انتم ده هذا دين الدعارة، دين أقسم بالله وبيتعمل كده وبيتعمل كده. ورب الكعبة سيد شيعي مهتدي، وأنا أقسم برب الكعبة مسوي وسيد بعمامة سوداء قال لي هذا الكلام وانا جالس انا وهو في جلسة خاصة مع بعض. قال لي كنا بنعمل كده في الحوزة وبيجيبوا كده، فخلاص بقى فانت ترضى لبنتك ان يتناوب عليها كده. اما اهل السنة والجماعة لا يرضون رضاع الكبير. خلصنا من النقطة دي، خلينا بقى ندخل الان. اثبت لي تنصيب ائمتك الاثني عشر. اتفضل. خليني اجاوبك. طيب انا كذبت فيما انا قلته الان؟ اتفضل. خليني اجاوبك. انا كذبت فيما قلته الان، جواز تمتع البكر بغير اذن وليها. اسكت خليني اجاوبك. اسكت خليني اجاوبك. انت مالك بس؟ انت محروق مني ليه كده؟ يعني اكني شغال عند اللي جايبين ابوك بتقول لي اسكت خلينا اسكت. لا انا مش شغال عند والدك ولا والدتك يا حاج، فانت هدي من نفسك شويه. انا سهل ان انا مسكر عليك الخط واريح دماغي، بس انا بقول يمكن يعني تعلم في المتبلم يصبح معلم، فيمكن تتعلم ولا يمكن يعني الحجر اللي جوه ده يشتغل شويه. انا اللي انا قلته كذب، ان بنتك يجوز ان يفعل بها ذلك كذب ام صح؟ اتفضل. اهو جواز زواج التمتع البكر بغير إذن وليها. شوفوا الفتوى ديت يا إخوة، شوفوا كيف يكذبون عليكم. بص، حكم التمتع بالبكر من غير أخذ إذن ولي أمرها، حيث أننا نعرف الرد مسبقا بالرفض، لأنه في الوقت الحالي لا يرضى أحد. سكتي؟ أيوه. خلي أحكي مثل ما صار لك أنت 7 دقائق تحكي. لا ولا 7 دقائق ولا حاجة. أجب بقى، أجب. ممكن اسخن لك صوت انا كمان، مفكرش انت اللي صوتك سخين يعني. اجب، هل هذا تجيزه لبنتك ام لا؟ تعاقب ان تتمتع البكر بغير اذن وليها، وحكم من قال بتمتع البكر بغير اذن وليها. اتفضل. اسكت ما عندنا تمتع بغير الاذن ولي البكر. الله اكبر. طيب جميل، قال لك ما عندنا تمتع البكر بغير اذن وليها. لو جبت لك الان المرجع الروحاني وهو بيجيز لك تمتع البكر بغير إذن الولي من كتبك الآن، إيه رأيك؟ اسمع قولك إن الرضاع رخصة خاصة. هرب اهو. شفتم؟ خلينا أوريكم عزيزي المشاهد علشان تعرف اللي بيقول لك ما عندنا هذا، بيقول لك ما عندنا هذا. بص يا إخوة، بصوا بارك الله فيكم، يقول ما عندنا هذا. اقرأوا معايا، ده موقع المرجع الزنديق اللي لسه هالك بقاله شهر، مرجع الزنديق صادق الروحاني. بصوا اعمل له ريفريش اهوت، بصوا علشان تعرفوا ان انا لا اكذب. وهذا قسم الاستفتاءات، اهوت الدليل على جواز الزواج من البكر بغير اذن الولي اهو.
كيف استنبط الإمام الروحاني دليل شرعي على جواز الزواج من البكر دون ولي أمرها؟ أرجو وضع الأدلة بالتفصيل لأنها تهمني. قال: دليل جواز زواج من البكر الرشيدة بلا إذن أبيها هو الروايات، وكتبت كيفية الاستدلال مفصلا في المجلد 21 من كتابنا فقه الصادق فراجع. إيش رأيك؟ موقع صادق، موقع المرجع الزنديق صادق الروحاني. فهل أنت بتقول لي لا البنت البكر الرشيد لا تتمتع بغير إذن وليها؟ أجبني الآن، هل تجيز ذلك لابنتك؟ هل تجيز ذلك لابنتك؟ تفضل. لا تكذب، لا تكذب على الناس، لا تكذب، لا تكذب. اتفضحتم خلاص، الشيعة ما بقتش بتصدقكم اهو، ورب الكعبة في موقع الروحاني اهو، خلاص الشيعة ما بقتش بتصدقكم يا كذبة، يا كذبة تكذبون اهو. والاستفتاءات اهي، قسم الاستفتاءات اهو قسم الاستفتاءات في موقع الزنديق اهو. خلاص بقى يا كذبة، كذبة اتفضحتم. قولك على جواز تمتع البكر بغير إذن زوجها، تفضل. يعني ماكو هيك حوار. أجب ولا تتهرب. المرجع الروحاني أجاز تمتع البكر بغير إذن وليها، يجوز تمتع البنت البكر حتى وإن رفض أبيها. أي أيوة والله العظيم، لو بيقول لك لو ابوها رفض، المرجع الروحاني، وانا كنت عامل موضوع في هذا هتلاقوه في الموقع عندي. المرجع الروحاني قال لك لو ابوها، خلينا اعرض لكم. بصوا ايها الاكارم، بتزويج ابنته زواج مؤقت. بيقول له البنت لسه صغيره وبنت معايا في الجامعه وكده وعايزه اتمتع بيها، وانا عارف انا وابوه، انا وهي، ان لو رحت قلت لابوها انا عايز اخد بنتك دي يوم ولا يومين هيرفض، لان هو في هذا الوقت مش عايز حد يتمتع ببنته دلوقتي وهي بكر. نعمل ايه؟ عارفين ان ابوها هيرفض. بصوا الزنديق المرجع الروحاني، حيث اننا لانه في الوقت الحاضر لا يرضى احد بتزويج ابنته زواج مؤقت، مع ملاحظه عدم الدخول بها، حيث سؤالي عن التمتع بسائر الاستمتاعات فقط دون الدخول بها. سامحوني انا اسف، يعني هيتمتع بها دبرا، بس مش هيدخل بها يجامعها كما يجامع الرجل امرأته. فقال هيتمتع بها بكل شيء دون ان هو يتمتع بها كما يتمتع الرجل بامرأته. يجوز يا سماحة الزنديق المرجع الروحاني قال: يجوز بلا إشكال، باسمه تعالى، يجوز بلا إشكال مع التحفظ على عدم إيذاء الأب وحفظ السمعة، والله أعلم. يعني ما تطلعش تقول أنا تمتعت ببنت فلان، لا، خد بنت جارك كده من غير ما أبوها يعرف، أبوها راح الشغل، خش البيت عنده، نط من فوق السطوح. هتقول لك إيه عايز إيه؟ قول لها عايز يتغفر ذنوبك، بدل ما نقعد نحفظ قرآن ولا نقعد نقرأ حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نذكر الله، تعال نتمتع أنا وأنت نص ساعة ولا ساعة ولا ساعتين بدون ما يعرف أبوك فوق السطوح في العشه بتاعت الفراخ وخلاص، وياخد له نص ساعه معاها، حتى ولو ابوها ما عارفين ان ابوها كده هيرفض، يخلص بس تظل بكر الجماهيه وما يطلعش يروح يقول ده انا اتمتعت ببنت فلان الجاري، لا خلاص يشوف واحده ثانيه ينط، خليه حرام يسطح بقى، ينط بدل ما يسرق فراخ الناس يسرق بنات الناس فوق الاسطح. ده دين الروحاني بيجيز ذلك، هو مش رامي عيسى اهو والله. حكم التمتع بالبكر بغير اذن ولي امرها، حيث اننا نعرف الرد مسبقا بالرفض، لانه في الوقت الحاضر لا يرضى احد بتزويج ابنته زواج مؤقت، مع ملاحظه عدم الدخول بها، حيث سؤالي عن التمتع بسائر الاستمتاعات فقط دون الدخول بها، فقال يجوز بلا اشكال، بس المهم تحفظ الاب وما تخبرش احد. ايه رايك يا ايها الشيخ المعمم الزنديق اللي معاك؟ ترضى لبنتك؟ يلا بقى يا عم تكلم، انت شكلك بنتك الله المستعان. لا مو يعني ما ليش هنا؟ لا دي هناك في الزريبه، ما تمقلقليش هنا، هتيجي هنا الجو هتقعد تمقلي وتتلخبط، لا انا جبت لك الموقع اهو بتاع صادق الروحاني عشان بعد كده تخش مؤدب وانت بتتكلم معايا. انا جبت لك اهو جواز الزواج المؤقت على البكر بغير اذن الولي وعدم ايذائه، يعني المهم ما يقولكش. فانت دلوقتي بدون مقمقه، هل هذا المرجع زنديق؟ اجبني نعم او لا. انت الزنديق. ايوه كده عرفتني اللي حصل. الله يحفظ بنتك يا رب من شركم يا رب. عرفتني اللي حصل. مش من شويه كنت بتقول لي ما عندناش الكلام دوت، بقيت انا الزنديق الان اني بحفظ اعراض نساء الشيعه. والله انا اخاف على اعراضكم يا نساء الشيعه اكثر من هؤلاء الوثنيين، هؤلاء الزنادقه زي اللي بيتصل ده. على فكره انا خدت صورتك، انا اعوذ بالله. ايه يا عم انت كنت مخنوق من حد وانت بتتصور ولا ايه؟ كنت مكشر ليه في الصوره كده؟ كنت متع بالرضيعه. ايوه
ايوه والله التمتع بالرضيعه عندكم هنا هوت، والله في كتاب تحرير الوسيله وذكره السيستاني اجاز زواج التمتع بالطفله الرضيعه من التفخيذ وما شابه ذلك. انا جبت لك الان المرجع الروحاني اجاز تمتع البكر بغير اذن وليها. جوابك ايه؟ طيب الاول تجيبني على هذا بدون تهرب، تفضل. لا حول ولا قوه. بقولك بابا خليك. انا مش ابوك، قلت لك 100 مره روح ابحث عن ابوك بعيد عني يا عم. انا مالي هتجيب لي مصيبه على البث المباشر ولا؟ انا مش ابوك يا عم. انا عايزك تجيبني دلوقتي على كلام المرجع الزنديق الروحاني اللي لسه ميت بقاله شهر. ادعو الله كده، اسال الله ان يجعل قبره حفره من حفر النيران يا رب. لا في نفس الموضوع، يلا اتفضل اتفضل. اذا ما تنكب ما احكي، خلي احكي انت. روح يا قذر، روح يا قذر، ده انت انسان سباب وقليل الادب، وانا محترمك واقول راجل كبير قد البغل، محترمك واقول علشان سنه يمكن يطلع مؤدب. وكل مره المره فاتت اتصلت وثبت سب قبيح واباحي برضه، وانا شغال عند اللي جايبين ابوك. انت شاب اخرى ايه يا عم؟ ايه ما تلم نفسك؟ هو عشان سكت له داخل بحمره ايه يا عم؟ شفتم يا اخوه؟ شفتم الفتاوي القذره؟ شفتم الفتاوي القذرة؟ شفتم القذر الزنديق الروحاني؟ تمتع البكر بغير إذن ولي أمرها، بغير إذن أبوها، وإيه وحاطط لهم الختم بتاعه. شكله اتختم قبل ما يموت، الله المستعان. صلى الله ينتقم منهم يا رب. وأنا أقول لنساء الشيعة الذين يستمعون إلينا الآن احذروا، والله احذروا أن تستمعوا لهؤلاء الزنادقة، احذروا أن تستمعوا لهؤلاء الخبثاء، فهم شوية خبثاء والله الزنادقة. حفظ الله نساء الشيعة من أيدي هؤلاء. وبعتذر لو كان صوتي كان عالي أو حدث أي شيء، لكن هذا الشخص أنا أعرفه. أمثال هذه العمائم القذرة نحن نعرف كيف نتعامل معه.